السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم سلطان وريفيو النهارده عن بود وينكس اس 3 من كيك فيب. البود لعشاق الان تي ال الصريح، نازل باتنين كارتج بوينت 8 1 و2 لعشاق الان تي ال النفس الضيق. معانا 3 مستويات ايرفلو، معانا تايب سي، معانا دريب تيب، معانا في العلبة دريب تيب تانية، ومعانا 3 فلاتر. لو حابب تحس احساس انك بتشرب سيجارة فهتحط فلتر من الفلاتر دول. معانا كيبل، معانا الكتالوجات بتاعته زي ما شفناها في الانبوكس. نتكلموا عن الجهاز 1100 بطارية، سعة الكارتج 2 مللي ليكويد. الجهاز الجديد فيه عن الوينكس اللي قبله او الوينكس اللي قبله ان 5 تكات هتفتح الجهاز، وفي ليد بينور معانا هنا. الليد ده بيبقى 3 مستويات، يعني لو دوسنا 3 تكات هيدينا لون اخضر، لو دوسنا 3 كمان هيدينا احمر، لو دوسنا 3 هيدينا ازرق. دي بتبقى المستويات بتاعته اللي هو اللو او الميديوم او الهارد في قوة الضربة. حابب تشرب من تحت هتدوس وتشرب، حابب تشرب سنسور هتشرب من السنسور. دي بالنسبة لمميزات الجهاز. ايه عيوب الجهاز بقى اللي كلكم قاعدين بتستنوها وبتسألوني عليها؟ بعد الفاصل هقول لكم عليها. ناس كتير سألتني هو البود ده ايه المميز فيه وايه العيوب فيه. فالمميز في البود ده كده بسرعة ان الكارتج بتاعته 2 مللي، واحدة بوينت 8 واحدة 1 و2 لعشاق ان تي ال الصريح. فالبود ده نازل للناس اللي بتشرب ان تي ال صريح، مش هيبقى دي ال ولا هيبقى نفس بتاعه واسع. هو نازل لعشاق الان تي ال بدليل بوينت 8 كارتج وواحد و2، مش نازل بوينت 6 وبوينت 8. فالكارتج بتاعته فليفر محترم جدا، سروت هيد محترمة جدا. بطارية بتقعد معايا بعد تجربة شهر، قعدت معايا مثلا في الشحنة بتقعد معايا بمعدل اليومين. تمام. عندك زرار هنا تحت بتاع البالانس عشان تفتح، 5 تكات. نرجع لعيوب الجهاز. بعد تجربة شهر اكتشفت عيبين في الجهاز بصراحة أنا كمستخدم ضايقوني. أول عيب إن الكارتج بتليق بطريقة بشعة، دي أول حاجة قابلتني. يعني الليك مش مع كل ما أجي أملى مثلا أمسح الليك، لا بالعكس، أنا مع كل 10 بفات بضطر أشيل الليكويد وأمسح، أو إني وأنا بشرب بلاقي الجهاز فصل. يعني وأنا بسحب البف فاصل الجهاز ما بيسحبش، بضطر أشيل الكارتج وأمسح الكارتج من تحت وأمسح السنتر بين عشان أفك الفصلة اللي حصل وأرجع أشرب. ده أول عيب قابلني. تاني عيب قابلني وده الخطير جدا اللي قفلني بقى بصراحة من الجهاز، اني وانا بشيل الكارتج في قطعة ماجنتيك بتبقى موجودة جوه الجهاز اهي. القطعة دي المفروض ان هي جوه هنا عشان تمسك الكارتج. بعد الاستخدام بقت القطعة دي بتطلع معايا، فمعنى كده ان انا ممكن وانا مش واخد بالي لو هشيل دي الكارتج دي واركب الكارتج التانية ممكن ارمي دي وفيها القطعة دي، اصبح كده الجهاز تحت بايظ. في حل ممكن تحلها بيه ان انت تعمل دي بامير وتلزقها، بس انا شايف ان ده مش حل، ده عيب. مش معنى ان القطعة دي بتطلع فانا عالجها بامير يبقى ده حل كويس، لا ده مش حل. انا ما ادفعش فلوس واشتري بوت زي ده عشان عيب زي دوت، او عيب الليك. عيب الليك مقدور عليه، هتقعد تمسح كل شوية مفيش مشكلة، وده برضو مشكلة. انما مشكلة ان القطعة دي تطلع معايا متهيألي دي صعبة شوية، يعني دي قفلتني من الجهاز خالص. ان انا دي بصوا، يعني دي حتى بتطلع هنا بتبقى ماسكة جامدة اهي. دي المفروض بتبقى جوه الجهاز يا جماعة، يعني دي مكانها جوه هنا اهي. المفروض لما بقفل كده الماجنتيك بيمسك ما يطلعش معايا بقى، شد الكارتج بيطلع الكارتج زي ما هو كده. انما كون ان الكارتج يطلع بالقطعة فمتهيألي ده عيب خطير جدا من كيك فيب. انما كجهاز لا، بطارية محترمة جدا 1100 ملي امبير بتقعد معاك اليومين. ضربة الجهاز محترمة جدا. انما العيبين دول
الليك والقطعه اللي بتطلع فيه. انا بصراحه اتمنى ان كيك فيب تغير الموديل ده وتعالج المشكله دي، لان الجهاز فعلا محترم جدا وضربته كويسه جدا، بس العيب ده قاتل، فاتمنى انه يتعالج. وشكرا ليكم وانتظرونا في ريفيو تاني.